انتقل الناظم رحمه الله للكلام على الرؤية، رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا. فقال مبينا العقيدة في هذا الباب: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. هذه الأبيات الأربعة كلها في إثبات الرؤية، وأن الرؤية حق، وأن المؤمنين يوم القيامة يكرمهم الله جل وعلا برؤيته ويشرفهم بهذا العطاء العظيم والمن الكريم الذي هو غاية عظيمة ومطلب جليل يسعى المؤمنون لنيله ويطمعون في تحصيله، ويسألون الله تبارك وتعالى أن يمن عليهم به. وفي الدعوات الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فكان عليه الصلاة والسلام يسأل الله ذلك كما في هذا الدعاء، وهو من حديث عمار بن ياسر في سنن النسائي بسند ثابت، وكان يقول ذلك في الصلاة. وهي دعوة عظيمة ومطلب جليل. وقد أخبر الله تبارك وتعالى في القرآن عن المؤمنين بأنه يمن عليهم بذلك، قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى الله عز وجل بأعينها، وهي في الوقت نفسه ناظرة بالضاد أخت الصاد، أي حسنة بهية جميلة المنظر. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: كيف لا تكون ناظرة أي حسنة بهية وهي تنظر إلى الله؟ يعني من ينظر إلى الله عز وجل لا شك أنه سيكون على وجه النظرة وهو البهاء والحسن. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما الكفار فقد قال الله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذه من العقوبات التي ينالها الكفار، الحجب عن الله فلا يرونه، وهذه عقوبة لهم. وإذا كان الكافر يعاقب بالحج فإن المؤمن ينعم ويمن عليه بالرؤية. عاقب هؤلاء بالحج وهم أعداؤه، فلا يسوي سبحانه وتعالى بين أعدائه وبين أوليائه. فإذا كان قال عن أعدائه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي لا يرونه، فما هو الشأن بأوليائه؟ فما هو الشأن بأوليائه؟ الحكم واحد؟ كيف يقال هذا؟ فأولياؤه يمن عليهم سبحانه وتعالى برؤيته فيرونه ويكرمهم بذلك، وهو أعظم نعيم يناله أهل الجنة في الجنة. ليس هناك نعيم أعظم ولا أجل ولا أشرف من رؤية المؤمن لربه العظيم وخالقه الجليل تبارك وتعالى. وأهل السنة يعتقدون أن المؤمن يرى الله يوم القيامة ويكرمه بذلك، وبناء على هذه العقيدة فهم يجتهدون في بذل الأسباب التي ينال بها ذلك،
ويسألون الله تبارك وتعالى أن يمن عليهم بذلك، بهذه الرؤيا، وأن يجعلهم من أهلها، وأن لا يجعلهم من المحجوبين المحرومين المخذولين، بل يسألون الله تبارك وتعالى أن يجعلهم ممن يمن عليهم يوم القيامة بالنظر إلى وجهه الكريم، فينالون هذا النعيم العظيم الذي لا أعظم منه. الناظم رحمه الله ذكر أبياتا 4 يقرر فيها هذه العقيدة مع الدليل، ويقول رحمه الله: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وقل أي يا صاحب السنة معتقدا ذلك مؤمنا به مصدقا، قل يتجلى الله. والتجلي هو الظهور، أي أنه سبحانه وتعالى يظهر لأهل الإيمان إكراما منه لهم وتشريفا ليتمتعوا ولتقر أعينهم برؤيته سبحانه والنظر إليه. وقل يتجلى الله للخلق، مراد بالخلق هنا أي أهل الإيمان، أهل الإيمان أهل الطاعة الذين يشرفهم الله عز وجل بالنظر إلى وجهه الكريم. وقل يتجلى الله للخلق جهرة، ومعنى جهرة أي أنهم يرونه عيانا رؤية حقيقية بأبصارهم، فينظرون إليه جل وعلا ويتمتعون بهذا النعيم العظيم. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. كما البدر لا يخفى، هنا تشبيه للرؤية بالرؤية، أي كما أن الناس في هذه الحياة الدنيا يرون البدر ليس بينهم وبينه سحاب بدون خفاء وبدون انحباس، فإنهم سيرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم رؤية حقيقية ليس فيها خفاء. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين جالسا مع أصحابه يوما ليلة في منتصف الشهر، ومن المعلوم أن القمر في منتصف الشهر ماذا يكون في غاية الإبداع وغاية التمام، يكتمل ضياءه ونوره. فكان عليه الصلاة والسلام معهم ليلة والقمر في غاية التمام وليس بينهم وبينه سحاب، فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من طريقته في التوضيح والبيان ضرب الأمثال التي تقرب الأمور وتوضح المعاني. فكانوا جالسين ليلة والقمر مكتمل وهم يرون رؤية واضحة كلهم بدون تزاحم وبدون فضان، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر. والقمر كلهم في تلك اللحظة كانوا يرونه واضح أمامهم ليس خفيا ولا يحتاج أن ينضم بعضهم إلى بعض ويتزاحمون من أجل رؤيته. فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، في رواية لا تضارون في رؤيته، وفي رواية لا تضامون في رؤيته، وكلها صحيحة. لا تضامون يعني لا يحتاج أن ينضم بعضكم إلى بعض من أجل تحقق الرؤية،
وأنتم تعلمون أن الأمر إذا كان رؤيته خفية وهو دقيق فالناس يحتاج أن ينضم بعضهم إلى بعض حتى يحددوا ويتمكنوا من الرؤية. فقال لا تضامون في رؤيته، يعني الأمر ما يحتاج إلى تضام، أن ينضم بعضهم إلى بعض من أجل الرؤية. في الرواية الأخرى لا تضامون في رؤيته، أي لا يحصل لكم ضيق بأن يراه بعضكم ولا يراه بعض آخر. وأيضا لا تضارون في رؤيته، يحصل لكم الضرر. كل هذا تأكيد أن جميع المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى كما يرون القمر. إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما لا تضامون في رؤيته كما ترون البدر. إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته كما ترون البدر. هنا حرف الكاف للتشبيه، فمن مشبه هنا ومن مشبه به؟ والكاف دخل على الفعل الذي هو الرؤية، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، فالكاف دخل على فعل العبد الذي هو الرؤية. ولهذا قال العلماء التشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء. تنبه لهذا، تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرء بالمرء، لم يشبه الرب بالقمر. الله عز وجل لا مثل له، ليس كمثله شيء، وإنما شبه الرؤية التي هي فعل العبد بالرؤية. يعني كما أنكم ترون القمر رؤية حقيقية بأعينكم بأبصاركم، فإنكم أيضا سترون الله عز وجل رؤية حقيقية بأعينكم بأبصاركم. هذا التشبيه، تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء. هذا معنى قوله إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر، أي كرؤيتكم للقمر. ولاحظ أن الكاف دخلت على ماذا؟ على الرؤية التي هي فعل العبد. التشبيه كله لفعل العبد. فعل العبد في الدنيا ماذا؟ رؤية القمر. وفي الآخرة ماذا يكون للمؤمن؟ رؤية الله. فمثل أنك ترى القمر رؤية واضحة لا التباس فيها فإنك سترى الله جل وعلا. إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. هنا الناظم يشير للحديث وأتى بمعناه، قال وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى. قوله كما البدر لا يخفى هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون القمر ليلة البدر. هذا معنى قوله كما البدر لا يخفى، أي كما ترون البدر. فالكاف بالتشبيه والميم الزائدة والمعنى كالبدر، أي كرؤيتكم للبدر، كرؤيتكم للبدر لا يخفى. البدر إذا كان في منتصف الشهر في وقت الإبدار الذي هو اكتمال نوره وضياعه، وليس في السماء السحاب ولا يعني قتام أو غبار، فإن كل مبصر يراه رؤية ماذا؟ واضحة، يراه رؤية واضحة. فهذا كله تأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمنين سيرون الله رؤية واضحة بأبصارهم كما يرون البدر الرؤية الواضحة بأبصارهم ليلة التمام. كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وهذا أيضا تأكيد لرؤية الله جل وعلا وأنها رؤية واضحة أوضح من رؤية القمر ليلة البدر.